اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة ابدأ وتعلم ال HTML وال CSS بالمشاريع. للي ما يعرفنيش انا اخوكم عصام وليد، بقدم كورسات في مجال التك. لو انت لسه مش مشترك في القناة فمستني ايه؟ روح اشترك وتعالى عشان نبدأ بعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اولا هنا لو جينا نبص على المشروع اللي معانا النهاردة، هو تكملة لمشروع كان سابق وهو الدارك مود. اتكلمنا في الدارك مود وقلنا ازاي نعمل الدارك مود، ولكن واجهتنا مشكلة في الآخر، وهي إن مفيش مكان بيحفظ القيمة دي، أو لو عملت ريلود بالشكل ده القيمة مش بتتحفظ عندي. يعني مثلا لو اتكيت على زرار الدارك مود تمام، بيحول لي اللون بتاع الباك جراوند بتاع البادي، بيحولوا لي لأسمر، وبيحول لي اللون بتاع النص برضو لأبيض بس. ولكن لو عملت ريلود أو طلعت من الموقع ودخلت الموقع تاني، هيعمل لي إيه؟ هيرجحوا لي للقيمة الديفولت. فإزاي أحل المشكلة دي وأخلي القيمة اللي انا اخترتها اذا كانت ابيض او اذا كانت اسمر تبقى متخزنه عندي في مكان اقدر ان انا اجيبها وتفضل معايا، وما اعمل ريلود ما ترجعش تاني للقيمه الديفولت؟ الكلام ده اللي هنعرفه مع بعض في المحاضره دي، فتعالى كده نشتغل مع بعض. ده الكود اللي احنا كنا كاتبينه في الجافا سكريبت تمام في المحاضره اللي فاتت، وبرضه كنا عاملين اون كليك هنا للتوجل لفانكشن اسمها توجل. تمام. قلت لك لو المستخدم اتك على الزرار هروح لي استخدم الفانكشن توجل، واحنا كنا عاملين الفانكشن توجل هنا وكان فيها سطر واحد كود. السي اس اس احنا غيرنا حاجه بسيطه، بدل ما تكتب متغيرات انت ممكن تعمل ايه؟ تقول البادي القيمه الافتراضيه بتاعت البادي هتبقى باك جراوند وايت، الكلر ممكن يبقى بلاك، وكمان ممكن نعمل ترانزيشن حوالي 3 من 10 ثانيه. وقمت عامل بادي دارك. الدارك ده كلاس مش موجود، ولكن ديت ميثود بتروح تشوف الكلاس ده اللي هو دارك، هل الدارك ده موجود ولا مش موجود؟ لو هو موجود فهتحذفه، لو هو مش موجود فهتضيفه. تمام. خلينا نمسح الكلام ده ونبدا في المحاضره بتاعتنا الجميله. هنمسح برضو اون كليك دي بالشكل ده تمام، وخلينا نحط بدلها الاي دي. خلينا نسمي الاي دي مثلا توجل، خلينا نسمي الاي دي بتاعنا توجل. مش هغير اي حاجه في السي اس اس ولا هغير اي حاجه في الكونتنت ده. تمام. خلينا نبدا في الجافا سكريبت على طول. اول حاجه احنا عايزينها ان احنا نعمل متغير ونخزن فيه البوتون ده، فخلينا نعمل متغير كده في الجافا سكريبت. بنبدا بليت ثم بنعرف اسم المتغير اللي هو بي تي ان مثلا، هعرفه بي تي ان، وبعد كده بحط جواه قيمه. القيمه دي هتبقى ايه؟ انا عايز ده طبعا اوصل للبوتن ده صح. طب اوصل له عن طريق ايه؟ عن طريق الاي دي بتاعه. تمام. طب اما اوصل له عن طريق اي دي، هو انا مش لازم اعمل حاجه اسمها الدوكيومنت؟ والدوكيومنت دي قلت لك ان هي المره اللي فاتت، قلت لك ان الدوكيومنت دي المره اللي فاتت ايه؟ هي عباره عن ده الوثيقه، او ديت هي المستند اللي هو بتاع ال HTML. تمام. عندي حاجه في اسمها ايه؟ في اسمها جيت اليمنت، يعني بقول لك روح للعنصر عن طريق الاي دي، ان انا هات لي العنصر اللي الاي دي بتاعه هو توجل، فالاي دي بتاعه توجل، يبقى اذا كده انت اكسست على البوتون ده او على الزرار. ما تنساش السيمي كولون وننزل السطر كده. انا عملت متغير خزنت فيه القيمه اللي هو الزرار بتاعنا اللي هو البوتون ده. خلينا بعد كده نعمل ايه؟ هتشيك من حاجه بسيطه جدا، وهي اللوكال ستورج. والله اقول له يعني لو اللوكال ستورج دي عشان تفهم، هي المتصفح ده، اي متصفح بيبقى ليه مساحه او مكان تخزين، مكان بخزن فيه البيانات او القيم اللي انا عايز اخزن فيها. تمام. بنخزنها عن طريق ان انا عندي بيبقى كي وعندي فاليو، فالكي بنادى على الكي وادي له الفاليو بتاعته. تمام. فخلينا كده نشتغل ونشوف احنا هنعمل. هقول له لو اللوكال ستورج تمام، اللوكال ستورج ده تمام، هل هو مخزن ايه؟ يعني هل هو مخزن القيمه دارك؟ عايز اشوف القيمه دارك متخزنه جوه اللوكال ستورج، عشان لو هي متخزنه اضيفها على الصفحه بتاعتي او على البادي بتاعي. تمام. اضيف الكلاس اللي هو دارك ده، اضيفه فين؟ اضيفه على البادي بتاعي. فعملت ناديت لللوكال ستورج، هدي له بيه. انا عايز دلوقتي اشوف اللوكال ستورج ده موجود فيه عنصر ما، فاذا هات لي عنصر جيت ايتم، اقول له هات لي عنصر جيت ايتم، ثم بعد كده هل بقى الجيت ايتم مود؟ المود ده هو الكي. تمام. هو كي. تمام. هل الكي اللي موجود في المود هل هو يعتبر عندي دارك ولا لا؟ والله في حاله لو هو ترو، لو كان الكي مود موجود فيه القيمه دارك وكان ترو، فابدا انفذ لي الكود ده اللي هو ايه؟ الكود ده بقى، الكود ده هقول له خش لي على الدوكيومنت. تمام. خش لي على البادي، ومن البادي خش لي على الكلاس ليست، وخش لي على واحد هيقول لي توجل. هقول لك الاجابه غلط. ليه؟ لان توجل بتشوف هل الكلاس ده موجود، لو موجود هتحذفه. لا انا مش
عايز احذفه، انا اتاكدت خلاص ان المود ده ايه، ان المود ده اللي هو دارك موجود، الكلاس دارك موجود، فانا عايز اضيفه بقى. طالما اضيفه منين؟ اضيفه من حاجه اسمها اد دي بتضيف الايه، العنصر او بتضيف الكلاس، وابدا ان انا اقول له ايه، الكلاس بتاعك دارك. فكده الكلاس بتاعي هينضاف فين؟ هينضاف في البادي. تمام، هينضاف ككلاس في البادي، كلاس هنا في البادي. كويس. تعالى بقى نخش على الجزء اللي بعد. لو المستخدم هو اللي اتك على الزرار، يعني المستخدم اتك على الزرار عشان يحول او يغير من الدارك مود الى اللايت مود، او العكس، اللايت مود الى الدارك مود، فنادي على المتغير بتاعنا. المتغير ده حد يفكرني ده كان بتاع ايه؟ هتقول لي ده كان اللي هو حافظ القيمه بتاع البوتون. فانا عايز اقول له لو اتك عليه، فاقول له اون كليك. تمام، اون ايه؟ اون كليك بيساوي ايه؟ هيساوي الفانكشن. تمام، هيساوي الفانكشن اللي احنا هنعملها دي. تمام، الفانكشن دي هيكون فيها ايه جواها؟ الفانكشن دي فاكر السطر اللي احنا كنا عاملينه في الاول خالص، اما اقول لك لو المستخدم يعني اتك على الزرار هيحول. طب ازاي احول؟ احول عن طريق ان انا بقول دوكيومنت دوت بادي دوت ايه، دوت كلاس ليست، ثم احط ايه؟ هل احط اد؟ لا. هل احط كونتين؟ لا. امال احط ايه؟ هحط حاجه اسمها توجل. فتوجل ديت بتشوف العنصر موجود هتحذفه، طب العنصر مش موجود هتحطه. تمام، اللي هو الكلاس مين بقى؟ الكلاس دار. الكلاس دار، فهي كده هتشوف الكلاس دار كده موجود هتحذفه، مش موجود هتحط. تمام. ويبقى كده عملنا ايه؟ عملنا لو المستخدم اتك على الزرار ايه اللي هيحصل؟ هيشغل لي الفانكشن دي، هيشغل لي الفانكشن دي اللي هي بتشوف هل الدارك موجود. لو الكلاس دارك موجود هتحذفه، لو هو مش موجود هتضيفه. تمام، وبعد كده جوه بقى الفانكشن دي عايزين نخزن القيمه بتاعتنا اللي هي اذا كان دارك او اذا كان لايت، عايزين نخزنها في اللوكال ستورج، عشان بعد كده اما نيجي نشوف اللوكال ستورج ده مخزن ايه، المود بتاعه اللي هي الكي مود دي مخزنه ايه، نبدا ان احنا ناكسس عليها بسهوله. تمام، فعايز اقول له اف ايه، هقول له كده اف الدوكيومنت، لو الدوكيومنت بتاعتك تمام دوت ايه، بادي دوت كلاس ليست. لو الكلاس ليست، لو عندك في الكلاس ليست بقى كونتين يحتوي، لو كل الكلاسات او قائمه الكلاسز اللي عندك، معلش احنا نسينا الاكواز بتاعت اف، لو هي تحتوي على الكلاس دارك، هقول له ضيفه لي بقى في اللوكال ستورج. يعني الدارك ده هتضيفه لي في اللوكال ستورج، فاقول له لوكال ستورج دوت ايه، هقول له دوت جيت ايتم. لا، جيت ايتم انت بتحصل على عنصر من اللوكال ستورج. اما لو انا عايز اضيف، او هنا بحذف اهو ريموف ايتم، بحذف عنصر من اللوكال ستورج. سيت ايتم يعني ايه؟ بحط عنصر في اللوكال ستورج. طبعا حط العنصر اللي هو مين بقى؟ لازم من وانت بتحدد السيت ايتم هتحدد الكي اللي انت عايز تحطه فيه. فالكي ده اللي هو مود، انا عايز احطه في المود، الكي مود. خليه ايه؟ خلي قيمته بتفصل بكومه، وتخلي قيمته بايه؟ بالدار. خلي قيمته بالكلاس دار، بالكلاس ايه؟ دار. تمام. طب غير كده عايز اقول له غير كده هيبقى لايت، غير كده هيبقى لايت. ما هو لا اما هيبقى دارك لا اما هيبقى لايت. هقول له إلس بقى غير كده خزن في اللوكال ستورج، خزن المود، خلي المود بايه؟ بلايت. خلي المود بلايت. هقول له كده لوكال ستورج تمام دوت سيت ايتم. تمام، وخلي المود بتاعك ايه؟ خلي المود اللي هو الكي مود ده خليه اللهم صل على الحبيب، خليه لايت. كده فهمنا. لو رحت شغلت البرنامج مع بعض كده هتلاقي اتعمل ايه؟ اتحفظ القيمه على طول. لو انا بعمل ريلود اهو اتحفظ القيمه، نغير اللون كده ونشغل ريلود تاني تحفظ القيمه بقت ابيض اهي. تمام، لو حاولت اسمر اتحفظ القيمه برضو. وما بعمل ريلود او اطلع من الموقع خالص واشغله تاني، اهو تلاقي برضو ايه؟ القيمه الديفولت بتاعتك اللي هي اسمر. ويبقى كده انا خلصت المشكله اللي احنا كانت واجهتنا في الجزء الاولاني، ويا رب تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.